الطب، هم كانوا يعرفوا الطب، بس برضه الطب ما كانش بالبراعه ده من 4500 سنه. يعني هم كانوا لما الست يعرفوا هي حامل ولا لا بيحطوا الشعير في كيس والست تتبول وشغل ده ولد ولا بنت، كل تخيلات. ده اذا مثلا يقول لك ده عملوا عمليه جراحيه، عملوا بس عمليات بسيطه. واحد مره بتاع قال لي عملوا عمليه في المخ، لا ما عملوش عمليه في المخ نهائي. فاذا احنا جبنا حته حارس وهي بنخلي الخوف لاول مره، ودي كانت بدايه القصه. بعد كده بنتكلم عن حبيون ابن عم خوفو اللي هو النجر العربي. بنتكلم عن لما الملك سليفرو بعت ابنه مع حط رئيس الجيش لسينا عشان يجيبوا النحاس ويجيبوا حاجات. وازاي بقى خوفو يعني حصل منه تصرفات ما عجبتش راحته، وسليفرو عرف الكلام ده لما رجع منعه واداله عقاب صارم جدا. لان الملك في الفتره القديمه عشان يبقى ملك لازم يكون عنده صفات معينه، لازم يتدرب على الالعاب الرياضيه، لازم يبقى راجل مثقف يروح حقون عشان يتعلم في مدرسه حقون، يعني لازم يعد كملك انه بيحكم من خلال المعهد، والمعهد هي الحق والعدل. وهنشوف هنا في الروايه ان احنا حطينا الحاجات اللي هو خوفو عملها. سليفرو اعد خوفو اعداد قوي جدا وخلاه يبقى راجل حاكم من بعده من الامامات تولى العرش. وعملنا بقى في الروايه ازاي الاحتفالات اللي كانت بتتم لما الملك بياخد الحكم، والاحتفالات اللي كانت بتحصل في كل العواصم المصريه، وعملنا صور لهذه الاحتفالات. اجمل حاجه في الروايه على فكره ان احنا عاملين بقى الحياه بتاعت الناس، ازاي كانوا بياكلوا ايه؟ ازاي كانوا بيلبسوا؟ ملابسهم كان نوعها ايه؟ ادوات الزينه بتاعتهم كان شكلها ايه؟ يعني احنا عملنا البيئه الفرعونيه لاول مره، بس ما حدش يقدر ياخد في هذه الروايه اي شيء خطا تم في الروايه، لان احنا طبعا عارفين ازاي نعمل عارفين الحياه في مصر الفرعونيه كان شكلها ايه، وبالتالي انا وفيرونيك وضعنا كل النقوش الحقيقيه الخاصه بالحياه